وفي الوقت الذي تستقطب فيه العملات المشفرة اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية، تتزايد في المقابل التحذيرات من المخاطر الكامنة وراء هذا النوع من الاستثمار. نتعرف على أبرز المحاذير التي يتوجب على المستثمر أخذها بالاعتبار في تقرير الزميل حمزة دبح. تخيل تفيق صباحا فتكتشف أن استثمارك في بيتكوين خسر مثلا 40% من قيمته. هذا ليس خيالا، بل حياة يومية في سوق يتقلب بحدة، والمعنى هو أنك تحتاج أن تعرف المحاذير قبل أن تدخل الغمار. أولا، تتوفر سيولة أقل في الأسواق الرقمية قياسا بسيولة بعض الأصول التقليدية، ما قد يصعب البيع في أوقات الضغط أو يلحق خسارة أكبر. ثانياً، الاختراقات الأمنية أنشطة يومية للقراصنة. هل تضمن أن المنصة الرقمية التي تتعامل بها لن تخترق أو تنهار؟ الجواب لا. ثالثاً، مخاطر متعلقة بالوسطاء أو المنصات الرقمية التي تحفظ أموالك عبرها. انهيار أو إفلاس أو خلل قد يفقدك أموالك. رابعاً، أخطاء البرمجيات والعقود الذكية الآلية في إدارة المعاملات. إذا حصل خطأ أو ثغرة فإنها يمكن أن تستغل بشكل يجعلك تخسر. خامساً، بيئة تنظيم العملات الرقمية ما زالت تتطور وأحياناً تتقلب وتتغير، بمعنى لما تدخل بعض الدول حظراً أو تقييدات أو تغير القوانين فجأة فإن قيمة عملتك قد تتأثر وقد تخسر قدرة استعمالها. نسبيا هو جديد علينا، لسه ما في له تاريخ حافل زي ما نحكي على اسهم او عملات اللي احنا بنعرفها يورو دولار وما شابه. سادساً، غياب الحماية القانونية والتأمينية لأرصدة العملات الرقمية، ويعني ذلك أنها غالباً ما تكون خارج التأمين المصرفي أو الحماية التي توفرها القوانين التقليدية للمستثمرين، وإذا فقدت أموالك قد تصطدم بفراغ قانوني. سابعاً، عمليات احتيال خبيثة متعددة تختفي في دهاليز الإنترنت، ومنها الاحتيال عبر إثارة مطامع الربح السريع وصيد الضحايا بوهم الدخول في استثمار مزيف بعد نيل ثقتهم بشكل متلاعب، ومنها أيضا المواقع والتطبيقات المزيفة التي تحاكي منصات معروفة بهدف سرقة المعطيات والأموال، وكذلك مصائد الترويج المحتال على شبكات التواصل. قد تعطيك العملات الرقمية فرصة، لكن تحل بالفطنة والمعرفة كي لا تحولها إلى ضربة موجعة تحطمك.